النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة بوليكا. أكتر بسبوسة مبسبسة ممكن تجربوها. أول حاجة هخلط المكونات الجافة كلها مع بعض: دقيق سميد وحليب بودرة وجوز هند وسكر وبيكنج باودر. بقلبهم كويس مع بعض وأتأكد إن هما امتزجوا سوا. بعد كده بضيف كوباية من السمنة البلدي بتكون دافية، ببسهم مع بعض سوا كده لما أتأكد إن كل حبات السميد اتغلفت بالسمنة. بعد كده باضيف كوباية حليب دافي، بابقى ضايفة ليها معلقتين كبار من عسل النحل. باقلبهم مع بعض بس مش باقلبها كتير، مش بتاخد وقت كتير في التقليب عشان ما تنشفش. وفي صينية مدهونة بالسمنة هانزل بالخليط واهزها كده بس بالشكل ده. بعد كده بنزين الوش زي ما تحبوا، مكسرات ممكن تعملوها سادة في الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد 30 دقيقة بالظبط. باحضّر الشربات في الوقت ده: كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من المَيّة ورشة فانيليا. أول لمّا تبدأ تغلي باضيف عليها شريحة من الليمون، تغلي بس غلوتين وباطفي عليها النار. باسقّيها وهي طالعة من الفرن سخنة والشربات بيبقى سخن. باغطّيها بورقة سلوفان 10 دقايق قبل التقديم، وبكده هتاكلوا ألذ وأطعم بسبوسة. تفتكروا ليه سميتها بسبوسة بوليكا؟